اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. استكمالا للحلقات اللي احنا بنتكلم فيها على شخصيات ظهرت في فيلم الانيميشن سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس. النهارده هنتكلم على شخصيه جديده، هو سبايدر بانك، وناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. سبايدر بانك هو شخصيه تبع مارفل كوميكس، اول ظهور لي في الكوميكس كان في شهر نوفمبر سنه 2014. الكلام ده كان في العدد رقم 10 من سلسله الكوميكس ذا اميزنج سبايدر مان فوليوم 3 على ايد الكاتب دان سلوت. هو مراهق اسمه هوبرت براون، بس هو مش هوبرت براون اللي احنا عارفينه الشهير باسم براولر، هو من أرض تانية، هو من إرث 138، حيث نورمان أوسبورن الفاسد هو رئيس أمريكا. بيتعض من قبل عنكبوت مشع، بيبقى سبايدر توتوم، بيسمي نفسه سبايدر مان، بيكافح لأجل الحرية مع صديقه كابتن أناركي، وبيبقى قائد السبايدر أرمي اللي بيحاول يتصدى لطغيان نورمان، وبيضم معاه جموع الشعب الغضبان. بنشوف ان نورمان عنده جيش اسمه ساندر بولتس، فيه الجنود مشتركين في برنامج اسمه فينوم، دول ارتبطوا بسيمبيوتس عشان قوتهم تزيد. هوبرت باستخدام 15,000 واط من موسيقى الروك بيعرف يتغلب على السيمبيوتس، وباستخدام الجيتار بتاعه بيطير راس نورمان اوسبورن، وبعد كده بيقلع القناع بتاعه. سوبيريور سبايدر مان دكتور اوكتوبوس من اير 616 بيقرر ان هو يجنده في الجيش بتاعه اللي هو سوبيريور سبايدر ارمي، علشان هو غضبان على طول وغير متوقع. فايدة الجيش ده ان هم يتصدوا للانهيرتورز، ودول عيلة عمالة تموت في السبايدر توتومز في كل حتة عبر المالتي فيرس. فاول مهمه ليه هو واساسا سبايدر مان بينقذوا جيسكا درو ومايلز موراليس من ايرث 1610، وبيرجعوا على قاعدتهم في ايرث 928 عشان يقابلوا السبايدر ارمي بقياده سبايدر مان بيتر باركر من ايرث 616، اللي يعتبر نسخه متقدمه في الزمن عن سوبيريور سبايدر مان. وجود كل السبايدر توتومز دول في مكان واحد خلى الانهيرتورز يعرفوا مكانهم، بيهاجموهم. هم بيضطروا ان هم يهربوا، بيروحوا ايرث 13. هناك الفريقين بيتوحدوا تحت قيادة بيتر باركر من اير 616. الانهيرتورز بيعرفوا مكانهم، بيهاجموا تاني، المرة دي بيموتوا كوزميك سبايدر مان. الأبطال بيهربوا، بيروحوا إيرث 3145. بنشوف بعد كده إن هوبرت وأنا كروازون بيقرروا إن هما يجندوا كارن من عيلة الانهيرتورز عشان هو عنده مشاكل مع عيلته، هو بيوافق للانضمام إليهم. كل الأبطال بيروحوا إيرث واحد، بيخشوا في معركة قصاد الانهيرتورز، بيتغلبوا عليهم، وبعد كده بيقرروا ان هم يحبسوهم في ايرث 3145 عشان هي مشعة ومؤذية ليهم. بعد الحرب دي هو بيرجع العالم بتاعه، بيحارب بجوار اصدقائه اللي هم كابتن اناركي، هالك، ام سي سترينج، بيتغلبوا على يوفوز، هايدرا، يونيفرسال تشيرش اوف تروث. كانج بيجي بيكون عايز يخطفه ويوديه سنة 2099 عشان يستفيد من حقوق الصور والمرشاندايز بتاعته عشان هو سوبر هيرو مشهور في المستقبل، بس بيجي هالك ينقذه. بعد كده بينضم المجموعه من السبايدر مان ان هم يلعبوا ماتش بيسبول قدام مالتي فيرسال وولفرين. بيأسس فرقه روك خاصه بيه اسمها سبايدر سلايرز، بيجي له زيارات كتير من اشرار وابطال من عوالم اخرى. بعد كده بنشوف ان بتجنده سبايدر وومن من ايرث تانية. بنشوف ان دكتور اوتو اوكتافيوس من ايرث 616 اللي دلوقتي يعرف باسم سوبيريور اوكتوبوس قرر ان هو يدمج التكنولوجيا بتاعه الانهيرتورز بتاعه الاستنساخ بالتكنولوجيا بتاعه جيكل عشان يعمل لنفسه اجسام كتير يعرف ينقل فيها وعيه عشان لو حصل اي حاجه لجسمه. بنشوف برضو ان في نفس الوقت ده كان السبايدر مان كانوا بيراقبوا الانهيرتورز على ايرث 3145 يشوف هم بيعملوا ايه. كل مره كانوا بيبعتوا لهم سبايدر بوت، بس كل مره البوت ده كان بيتدمر. اللي ما كانش عارفه الابطال ان الانهيرتورز كانوا بيجمعوا البوتس المحطمه دي وعملوا منها تكنولوجيا خلتهم يعملوا هيك على اوكتوبوس وينقلوا وعيهم ويعملوا لنفسهم اجسام جديده فبيتحرروا. بيخشوا في معركه مع السبايدر ارمي، بس للاسف السبايدر توتومز بيتغلبوا، وبنشوف ان بيموت منهم سبايدر نوار وسبايدر يو كي. ساعتها بنشوف ان هوبرت بيقول يا جماعه الناس دي مش هينفع نحبسها تاني، الناس دي لازم تموت. بيقرر بعد كده ان هو يجند ابطال من اكوان تانية موازيه يكون عندهم نفس الفكر بتاعه هو سوبيريور اوكتوبوس، بيكون عندهم استعداد للقتل. بيكون في فريق تاني معارض بقياده مايلز موراليس بيقول يا جماعه احنا سبايدر مان، احنا مش بنموت، احنا عندنا كود. موراليس والفريق بتاعه بيقرروا ان هم يهجموا على الانهيرتورز لوحدهم، بس بيتغلبوا، كانوا على وشك ان هم يموتوا، بس بيجي هوبرت واصحابه ينقذوهم. موراليس بيبقى عنده الانيجما فورس، السبايدر توتومز بيتحدوا مع بعض، وابو الانهيرتورز بيموت. الابطال بيتفقوا ان هم يعملوا اجسام اطفال للانهيرتورز ينقلوا فيها الوعي بتاعهم، وبالفعل بيعملوا كده. كل الانهيرتورز بيبقوا اطفال باستثناء واحد، وبيمسحوا ذكرياتهم وبتربيهم سبايدر مان. بيوافق على الاسم اللي كان السبايدر ارمي بينادوه بيه اللي هو سبايدر بانك. هو كان في الاول معارض تماما ليه، بيقول لهم سموني سبايدر مان، بس بعد كده بيستظرف الاسم وبيعتنقه. بيعرف ان نورمان اوسبورن لسه عايش عن طريق ان في سيمبيوت ارتبط بدماغه. نورمان كان بيحكم امريكا في الخفاء، كان على وشك ان هو يموت هوبرت، بس هوبرت باستخدام موسيقى الروك للمره الثانيه
بيعرف يشيل السيمبيوت من دماغ نورمان، ونورمان بيموت في الحال. بيحارب كارنيجي بعد كده، بيأسس فرقة موسيقية اسمها سبايدر باند، بينضم له سوبر هيروز كتير، بيعملوا حفلات موسيقية، بيتنقلوا في عربية اسمها السبايدر فان. هو لبسه، اسمه، شكله، كل حاجة فيه ليها علاقة بموسيقى الروك. هو روش جدا وبيبان سو كول. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي قدراته، هو سبايدر توتوم، فعنده كل القدرات بتاعت السبايدر توتومز التانيين الموجودين في المالتي فيرس. هو اللي ممكن يكون بيميزه ان هو بيعرف يعزف على الدرامز وعلى الجيتار. هو كمان احيانا بيستخدم اسلاك شائكة بدل الشباك، وبيستخدم الجيتار بتاعه. بالنسبة لظروف الأعمال الفنية، فهو ظهر في مسلسل الأنيميشن Ultimate سبايدر مان، وظهر فيلم الأنيميشن سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس. النقاد قالوا إن هو أروش سبايدر مان وعايزين يشوفوا له أعمال تانية في المستقبل. وظهر في 3 ألعاب فيديو جيمز. بس كده، دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على سبايدر بانك في الكوميكس. أنا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس أنت إيه رأيك في الشخصية دي؟ أنت كنت تسمع عنه ولا لأ؟ إحنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو أنت مش عامل سبسكرايب، وما تنساش تضرب الجرس.